صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب نظرية الفستق، ودي الحلقة رقم 29. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان: فكر بطريقة القبعات الستة. معظمنا بدون أن يشعر يفكر بطريقة واحدة ويرى الدنيا دائما من خلال نفس النظارة، فنحن إما سلبيون أو مندفعون أو عاطفيون أو متهورون. نصدر قرارات وحيدة ونمطية لا نرى غيرها ولا نتراجع عنها. ولكن تخيل إنك تشغل منصب المدير العام في إحدى الشركات، وذات يوم قررت عدم التفكير بنفسك وتركت مهمة تقييم مشروعك الجديد لمدراء الأقسام في الشركة، وهكذا دعوتهم إلى اجتماع مهم وقدمت إليهم فكرتك لإبداء الرأي حولها. وعندها ستلاحظ أنهم يتمتعون بستة أنواع من الشخصيات تفرز بدورها 6 أنواع من المواقف والآراء المختلفة. 1. القسم الأول يعارض الفكرة الجديدة من منطق الله السلامة، ويعرف أنه لا داعي للمجازفة طالما أن الأمور جيدة وتسير كالمعتاد. هؤلاء إما متشائمون ينظرون للجانب السلبي دائما، أو منتفعون يهمهم استقرار الوضع كما هو. هذه الفئة أريدك أن تتخيلها لابسة قبعات سوداء. أما الثاني فينتقد الفكرة فور طرحها لمجرد إنها لم تعجبه أو لأن حدسه يخبره بأنها غير مناسبة. هؤلاء سلبيون مثل الفريق الأول، ولكنهم يفعلون ذلك لأنهم مزاجيون يعارضون بطريقة لا تسألني لماذا في الفكرة لا تعجبني وحسب، وبسبب مزاجيتهم سنلبسهم قبعات حمراء. أما القسم الثالث فهو فريق محايد ولم يوافق ولم يعترض، بل يطالب بالحقائق والأرقام للوصول لنتائج واضحة. بطيئون بعض الشيء ولكنهم عقلانيون مسالمون، ولأنهم كذلك تخيل إنهم يلبسون قبعات بيضاء. القسم الرابع هم المبدعون والمتفكرون والمبتكرون. فعلا في أي مجموعة يبدأون بسماعك ثم مناقشتك ثم المزايدة على فكرتك وتوجيهك إلى الأفضل. يختلفون عن البقية في إنهم حتى حين ينتقدون فكرتك يقدمون بدائل أفضل وأكثر فاعلية. لهذا السبب يجب أن تستمع إليهم ولا تغار منهم، فالفضل في النهاية سيسجل باسمك. ولهذا السبب سنلبسهم قبعات الخصب والإنتاج، القبعات الخضراء. والقسم الخامس متفائلون بطبيعتهم وينظرون إلى الجوانب الإيجابية متجاهلين الجوانب السلبية، يتحمسون لأي خطوة جديدة وقد تدفعهم روحهم الإيجابية إلى البعد عن الواقعية من النوعية التي ما أن تلقى اقتراحا حتى يرون جانبه الحسن ويبنون فوقه الكثير من الأمال. لهذا يستحسن إلباسهم قبعات صفراء. أما بقى القبعة الزرقاء فلا يلبسها سوى شخص واحد فقط، هو أنت رئيس الجلسة، فهي لون السماء حيث ترى الجميع تحتك بمنظار كبير وضخم وشامل. يجب أن تملك موهبة التحكم بالجميع، فلا تنجرف مع أصحاب القبعات الصفراء المتحمسون وتطلب المزيد من أصحاب القبعات الخضراء المبتكرون، وتتفهم مخاوف أصحاب القبعات السوداء السلبيون، وتحد من اندفاع أصحاب القبعات الحمراء العاطفيون، وتستعجل أصحاب القبعات البيضاء المحايدون كي تخرج في النهاية بنتيجة متوازنة ونظرة واقعية شاملة. على أي حال، رغم أن هذا الاجتماع من بنات أفكاري وكان من المفترض أن ألبسهم طواقي بدل القبعات، إلا أن تقنية القبعات الستة أمر لا يخصني، فقد ابتكرها الدكتور إدوارد
دوبونو الذي ولد في مالطا ودرس في أكسفورد ويعد رائدا فيها ويسمى كيفية التفكير، وقد عمل مستشارا للعديد من الشركات والمؤسسات وألف 37 كتابا في هذا المجال، أهمها التفكير الإضافي وأكثرها شعبية كتاب فكر بطريقة القبعات الستة. وما ساهم في شعبية القبعات الستة إنها تعلم الناس التفكير بطرق مختلفة وتساعدنا على تقليب الأمور من 6 أوجه مختلفة. وما يهمك أنت في هذا الموقع إنك لا تحتاج ل6 مستشارين حولك حين تفكر في أي شيء جديد، يكفي أن تتخيل نفسك لابسا القبعة الصفراء حيث التحمس للمشروع، ثم الحمراء للاستعانة بالحث وفتح الرغبة، ثم القبعة البيضاء لتحليل المعطيات بحياد، ثم القبعة السوداء كي تفكر بأسوأ الاحتمالات، ثم الخضراء لوضع بعض الحلول والمخارج، ثم الصفراء لترى إلى أي حد سينجح المشروع. وفي النهاية ضع كافة القبعات في بطن القبعة الزرقاء وضعها فوق رأسك لترى بشمولية وتكامل. النظرية باختصار شديد جدا، المشاكل مثل المكعبات تملك 6 أوجه منها، حاول رؤيتها من جميع الجوانب. الاكتفاء بعقلك غرور، والتفكير بعقول الآخرين ذكاء وعقل كبير. إن اختفت الرؤوس حولك البس كافة القبعات فوق رأسك. وبكده نكون خلصنا عنوان النهاردة وحلقة النهاردة. لو عجبتكم العنوان او الحلقة عموما دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين علشان نوصل في اقرب وقت ممكن ل 500 سبسكرايبر. ولو استفدتوا من الفيديو شاركوه حالة واتس او فيس علشان دي حاجة هتساعدنا ان احنا نكمل وننتشر، ودي حاجة هتساعدنا عموما. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. بالمناسبة شاركوني في التعليقات ايه اكتر حاجة عجبتكم في العنوان ده واستفدتوا منها ولا لا. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. لو لسه بتشوفوا الفيديو لغاية اللحظة دي فشكرا جدا ان انتوا تتفرجوا للاخر. سلام.